عنب وخوخ وبطيخ. اوسخ من كده مفيش. ما تحاولش تقنعني ان المشكله في معده الناس، المشكله في معده العيال الصغيره، المشكله في معدتهم وفي صحتهم، هم اللي عيانين فالاكل عياهم. لا يا باشا، انا شحط وعيت انا رخر. فما تحاولش تقنعني انه صدفه ان العيال دي كلها تعبت وان الناس الكبيره اللي زي حالاتي تعبوا. لا، ما تحاولش تقنعني بالحكايه دي. منتشر على الانترنت شكاوى بالكوم من العنب والخوخ والبطيخ وان هم بيعملوا نزلات معويه. وطبعا لازم يبقى فيه في وسط الكلام ده كله النفي اللي احنا متعودين عليه. والنفي هنا مش بتكلم على جهه رسميه، انا بتكلم حتى على افراد اكلوا الاكل ما جرالهمش حاجه فطالعين يشتموا الناس اللي بتشتكي. انا اشتريت العنب اول ما طلع، كيلو كان ب 100 جنيه. لا مؤاخذة في اللفظ. قعد معايا كام يوم وكلناه واتبسطنا و10 على 10 ونجونا، ما جربناش اي حاجه، وده شجعني ان انا اشتريه المره الثانيه. المره الثانيه بقى اتنفخنا نفخ السنين. ايه الهم اللي هناك يا لهوي؟ يعني انا النهارده غايب من شغلي وتعبان ورحت كشفت برضه نازله معويه، وبنتي نفس القصه نازله معويه. من ايه؟ صدفه. والناس على النت بتشتكي منهم برضه صدفه. صدفة انا اصلي كنت بجا. كل دي صدف. احنا فاكهتنا زي الفل معروف. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. الدكتوره قالت لنا البت ما تاكلش اي فاكهه غير التفاح، واظن ان انا عارف ليه هي قالت التفاح، لانه مستورد والاغلب بيشتري التفاح المستورد. فما هم الناس بقى بره دول اللي هم مش مسلمين، دول بيتقوا الله ومش هيحطوا لك مبيدات تموتك في الاكل او تجيب لك نزلات معويه. انما الحاجه بتاعتنا لا، احنا عارفينها. الحاجه بتاعتنا احنا عارفينها. انا عايز اقول لك بس انك لو دخلت على النت تدور عن الشحنات بتاع الفاكهه بتاعتنا والمحاصيل بتاعتنا اللي بتترفض بره واللي بترجع بسبب المبيدات، هتلاقي عندك كميه اخبار مش قليله. وانا مش طالع في الفيديو ده علشان انادي بمحاسبه المسؤول. يا باشا، احنا النفي اسلوب حياه. احنا فاكهتنا زي الفل، مفيش فيها يعني. الناس اللي بيرفضوا دول البهايم، والعيال اللي تعبت دي هم امه معرفة تربيه او هو ابن حرام. اللي معدتهم وانت يا عم معدتك تعبان. يلا يا جدع انت شد من هنا، ما تتصلش هنا تاني، يا ناقصه جهافه ورمي جت على المساء. انا طالع هنا بس اقول نصيحه لوجه الله، ابعد عن الفواكه ديت دلوقتي لحد ما يبقى وقتها الطبيعي اللي هي ربنا سبحانه وتعالى خلق الفواكه دي بتطلع فيه، يبقى اشتريها فيه. وكلمه كمان للناس المطبلاتيه، يا حبيبي مش معنى ان انت نجيت انا نجوت اول مره، مش معنى ان انت نجيت ان انت الحاجه دي مفيش فيها مشكله. انت نجيت عشان ربنا كاتب لك النجاه لسبب لا يعلمه الا الله. انا النهارده تعبت وما رحتش الشغل النهارده، يمكن لو كنت رحت الشغل كنت اتخانقت، يمكن كنت عملت حادثه بالعربيه. في سبب، ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب، بس مش معنى ان انت نجيت ان الحاجه دي زي الفل وان كل الخلق اللي بيشتغلوا دول بهايم. لو عجبكم الكلام ده ادعمونا باللايك والسبسكرايب وانشروا الفيديو، يمكن غيركم يستفيد ويلحق نفسه. وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية. سلام عليكم.